إبراهيم ميري، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة الاقتصادية المغربية، ورحبا أنا وأنت بنزار النور في الجولة الرياضية المغربية. نزار، أهلا بك ومساء الخير. مساء النور حكيم. ونتحدث عن أزمة حقيقية في الاتحاد التونسي للتنس قبل انطلاق الانتخابات الرئيسية. صحيح، يعني بالفعل الأخبار تدور عن عدم تواصل رئيسة الاتحاد التونسي سلمى الملهي مع المعنيين قبل إجراء الانتخابات، بل فقط أرسلت بيان صحفي إلى وسائل الإعلام واكتفت بذلك، والانتخابات من المفترض أن تدور في 5 نوفمبر. وبالطبع هناك شخصية منسية، هي شخصية منجي بوحليلة رئيس الاتحاد التونسي السابق للتنس، الذي يعتبر أقوى المرشحين لمنافسة سلمى الملهي. وينضم إليه مباشرة من تونس الزميل بشير خلف الله الصحفي بإذاعة شمس اف ام. بداية أخوي بشير، يعني هل هناك أزمة حقيقية قبل الانتخابات؟ يعني دائما ما نعرف يعني أن الانتخابات تصاحبها حملة دعائية، بعض الأشخاص يتنافسون، ولكن هنا نتحدث عن وان مان شو من سلمى المولهي. شكرا زميل نزار. نعم، وان مان شو من سلمى البولي، لكن الأزمة لم تخرج بعد للعموم. يعني بعض المقربين والإعلاميين المقربين من الجامعة التونسية للتنس ومن الشخصيات التي تحوم حول رياضة التنس في تونس، لكن للعموم لم تظهر بعد بوادر الأزمة، رغم أنها ستكون كبيرة وذات عواقب وخيمة على على التنس، على كرة المضرب في تونس. كما تفضلت وقلت، منجي بوحليلة اللي هو واحد من أبرز المرشحين لمنافسة سلمى المولهي في الانتخابات المقبلة لم يتمكن من الترشح في الآجال القانونية. أنت كنت ذكرت أن سلمى المولهي والجامعة التونسية للتنس تقدمت ببيان للصحافة، لكن هذا ممكن غير صحيح، بما أنها تقدمت ببيان لصحيفة وحيدة، هي صحيفة لابريس الناطقة باللغة الفرنسية، وهي الصحيفة الوحيدة واليومية الوحيدة التي نشرت بيان الجامعة التونسية للتنس. من هنا منجي بوحليلة لم يتقدم في الآجال بترشحه، مما يجعلنا نقول أن سلمى المولهي هي المرشحة الوحيدة لانتخابات 5 نوفمبر المقبل. الجديد في هذا الموضوع أن منجي بوحليلة تقدم بمراسلة للاتحاد الدولي للتنس يطالب فيها سلمى المولهي بكل التدقيقات فيما يخص التصويت بالنسبة للجمعيات التي ستصوت وستشارك في الانتخابات، وتقدم أيضا بشكاية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الكناس. الشكاية التي ممكن أن تعطي حلا للمنجي بوحليلة هي التي تقدم بها للاتحاد الدولي للتنس، بما أنه الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الكناس تتبع الكنوت اللي هي اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. ونحن نعلم أن سلمى الملهي هي عضوة في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التونسية، وهي مقربة من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوسيان. من هنا ممكن أن نفهم أنه منجي بوحليلة لن يجد في اللجنة الوطنية الأولمبية أو في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الحل، وإنما سيأتي الحل من الجامعة الدولية للتنس ومن الكونفدرالية الإفريقية للتنس اللتان راسلتا الاتحاد التونسي. يعني بالوقت ردوا الفعل مباشرة وراسلوا الاتحاد التونسي للعبة في انتظار الرد النهائي، بما أنه نعم. حقيقة سلمى الملهي لم ترد على أي إعلامي في تونس. أنا شخصيا وجهت لها الدعوة في مناسبتين ولم تريد التعليق على هذا الموضوع بتاتا. نعم، شكرا جزيلا لك. وأذكر أيضا أخوي بشير، يعني حتى نحن لم ترد علينا، بل قصت علينا الخط يعني على المباشر. يعني كنا نتصل بها محاولة لاستضافتها على قناة فرانس 24، ولكنها رفضت الحديث، بل ذكرت بأننا من فرنسا سنتحدث عن أمر داخلي. يعني دعنا من هذا الهراء. شكرا لك عموما على هذه المعلومات، والكلمة لك حكيم. أشكرك جزيل الشكر على هذه الجولة الرياضية المغربية. كل الشكر مجددا تونسية. كل الشكر جزيل لك مجددا إبراهيم ميلي على هذه الجولة الاقتصادية المغربية. ختام هذه الساعة الإخبارية المغربية مشاهدينا الكرام. بعد قليل تلتقون رجاء مكي، أما أنا فأعود والتقيكم مجددا على الساعة 11 بتوقيت باريس في الساعة الإخبارية الدولية. ابقوا معنا.